ليفربول ضد ريال مدريد في الشامبيونز ليج اليوم شوف علي، بدي احكي لك الخص لك الموضوع ببساطه تامه. ليفربول بعد اخر مباراه بعد فوزه على استون فيلا نقول شويه بدا يستعيد بعض من بريق ليفربول، خصوصا بعد النزيف الحاد اللي صار مع ليفربول. ريال مدريد اتي من نشوه غير طبيعيه، نشوه الانتصارات اللي حققها على كلاسيكو الفوز على برشلونه، وايضا نشوه الفوز على فالنسيا برباعيه نظيفه. ومعظم لاعبي ريال مدريد يعيشون الفتره المثاليه، عوده بلينغهام، تألق كيليان مبابي، عودة فينيسيوس، وايضا معظم لاعبي ريال مدريد اصبحوا يتاقلموا على وضع تشابي الونسو. يعني بالمجمل العام بشار ايش بدك توصلنا؟ اذا وصلك انه ريال مدريد هو الاجهز. بالمراكز ريال مدريد بعامل كامله في الشامبيونز ليج، المركز الخامس ب9 نقاط ب3 انتصارات كامله. ليفربول بالمركز العاشر ب6 نقاط بفوزين فقط وخساره. طيب الشر نروح لي مباشره على التشكيله المتوقعه. تشابي الونسو راح يدخل بتشكيله 4-2-3-1، كيليان مبابي مع فينيسيوس ما راح اقول ماستنتانو، طبعا اصابه لماستنتانو، مع جولير الله اعلم، بلينغهام. الثنائي الخط وسط راح يكون كامافينجا وتشاوميني، فالفيردي مع كاريراس، وميليتاو مع هويسن، وكورتوا في حراسه المرمى. طبعا يا اخوان انا كاتب التفاصيل بحيث اعطيك اياها بشكل سريع وممتع ان شاء الله. تشكيلة ليفربول ممارداشفيلي راح يكون في حراسة المرمى، فان دايك، ناتي، روبرتسون، برادلي، وفي خط الوسط راح يكون ماك أليسنر وسوبسلايف وجرافنبرغ. ايضا كمان بالنسبة للخط الهجومي صلاح اليوم راح يتواجد، في رقم راح نحكي ان محمد صلاح في نهاية الفيديو ان شاء الله. إيكيتيكي وجاكبو، يعني في غياب للاسف لإيزاك بسبب ممكن اصابة طويلة الامد، في ناس يحكي لك بالاصابة اكثر من المتوقع. لو بدنا نحكي عن محمد صلاح، تخيل بانه تاريخيا محمد صلاح ضد ريال مدريد، محمد صلاح واجه ريال مدريد 9 مواجهات حقق من خلالها فقط فوز واحد على ريال مدريد وتعادل، والباقي كله خسائر. سجل سيء جدا لمحمد صلاح مع ريال، مش طبيعي، ما في اسوء من هيك. ولكن في رقم حلو لمحمد صلاح ممكن يحققه على ريال مدريد، راح يصبح اكثر لاعب في تاريخ ليفربول تسجيلا على ريال مدريد في تاريخ يعني ليفربول، لانه هو متساوي مع ستيفن جيرارد 2-2، فهو اذا سجل هدف راح يصير 3 مسجل على ريال مدريد، راح يصبح اكثر لاعب في تاريخ ليفربول تسجيلا على ريال مدريد في تاريخ النادي هو تاريخ ليفربول. تسجيله سيء، هو خسر نهائي 2018، خسر نهائي 2022 وقتها كورتوا منع محمد صلاح في نهائي 2022 من تسجيل اهداف كثيره صراحه. يعني هو اصلا السبب الرئيسي بفوز او السبب الرئيسي في ارضيه الميدان بفوز ريال مدريد في الشامبيونز ليج وقتها في 2023 في 2022. فممكن نحكي طب شو توقعاتك بشار، شو تشوف بالنسبه لهي المباراه؟ اشوف بان المباراه على الاغلب ممكن تروح لتعادل، على الاغلب ممكن تروح لتعادل ما بين ليفربول وريال مدريد، لانه ريال مدريد في نشوه كبيره جدا ونشوه عاليه من الانتصارات ومن الفوز المستمر. وايضا ليفربول في عوده مع عودته مع استون فيلا. لو خسر ليفربول مع استون فيلا بصراحه راح يكون في نفسيه مدمره، ولكن انا اشوف انه المباراه رايحه للتعادل، الله اعلم. يعني بالاخير الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. نشوف توقعات اليوم، نتوقع مباريات اليوم هيك ببساطه تامه. ارسنال، نابولي وانتراخت فرانكفورت، نابولي، اتلتيكو مدريد ويونيون اتلتيكو مدريد، موناكو وبودو، موناكو، يوفنتوس وسبورتنج لشبونه، يوفنتوس على ارض يوفنتوس، ليفربول ريال مدريد قلت لكم تعادل اتوقع، اولمبياكس وايندهوفن تعادل، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، باريس، توتنهام وكوبنهاجن، توتنهام في قمه ترى، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والله قمه كبيره جدا. وانت اكتب لي توقعاتك في اسفل التعليقات، واكتب لي مسار المباراه حسب ما شفت وانت سمعت. صل على النبي، اشترك بالقناه، حط لايك على الفيديو، السلام، وحساباتي مضغوط مع بس وصلت الفيديو. سلام من الله عليكم.